الآن للنائب عبد العزيز عبد القادر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجلسة المحترم، السيد وزير الفلاحة، السيد المدير العام للغابات، السادة إخواني أخواتي النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تعازينا القلبية للسيد المدير العام، ونشكرك على أنه عندك وفاة تاع الوالد تاعك وجيت حضرت معنا. تعازينا القلبية. ولاية السمسيلت كما هو معروف هي ولاية غابية، أكثر من 60% أو 70% عبارة عن غابات، والحمد لله أنه جانا برنامج تكميلي تاع السيد رئيس الجمهورية. لكن للأسف الشديد لما شفنا البرنامج التكميلي تاع السيد رئيس الجمهورية شفنا أنه أعطاونا فقط 50 كيلومتر تاع فتح المسالك الغابية. هذا الشيء احنا صراحة استغربناه كثيرا، وهنا نطرح التساؤل. 50 كيلومتر فقط مسالك، 50 كيلومتر احنا اللي قالوا عليها السيد الوزير 50 كيلومتر فقط تاع المسالك الغابيه. احنا ماذا بينا تكون اكثر السيد الوزير، ماذا بينا تكون اكثر، لانه ولايه معروفه انها كلها غابيه. هذه 50 كيلومتر فقط ممكن تجي في مسلك واحد او في مسلكين او في بلديه واحده او في بلديتين. كذلك البرنامج التكميلي هذا مثل ما قلت دائما نكرروها، ونشكر السيد رئيس الجمهورية أنه تفكر هذه الولاية، لأنه هذه الولاية كانت منسية. لما جي السيد رئيس الجمهورية أعطانا البرنامج التكميلي الحمد لله تفكرنا وبدنا نشوفوا هذاك الاهتمام الإعلامي بولاية السمسيلت. حتى المواطنين في ولاية السمسيلت بدأوا يفرحوا لما يشوفوا السمسيلت دائما تذكر في الإعلام. لكن بعد البرنامج التكميلي فقط جاء الإنزال الوزاري بأسبوع أو أسبوعين وراحوا الوزراء، نشوفوا أنه للأسف الشديد المواطنين بدأوا يجونا للمكاتب تاعنا ويجونا للمداومات يحققونا في الطرقات يقول لنا وين راه هذا البرنامج التكميلي. المواطن في ولاية السمسيلت لا يستشعر، بقيمة هذا البرنامج التكميلي. هنا التساؤل المطروح، هل لأن هذه المشاريع حقيقة لا تخدم المواطن السمسيلتي؟ إذا كانت هذه المشاريع حقيقة لا تخدم المواطن السمسيلتي، هنا يجب أن نلوم الذين اقترحوا هذه المشاريع في البداية، سواء كانوا سلطات محلية سواء كانوا سلطات على المستوى المركزي هنا، وأقصد هنا بعض الوزارات. لهذا نريد هذا البرنامج التكميلي أن يستشعر به المواطن. نريد من السلطات المحلية وحتى السلطات المركزية على الأقل تدير ندوات إعلامية، ندوات صحفية، تخبر المواطنين وين راه واصل هذا البرنامج التكميلي، وين راه واصل المشاريع تاع هذا البرنامج التكميلي. نريد كذلك من السادة الوزراء، من المدراء المركزيين هنا يديروا نزولات إلى ولاية السمسيلت يشوفوا البرنامج التكميلي هذا وين راه واصل ويتبعوا البرنامج التكميلي. حتى لا أطيل في هذه النقطة، كذلك الغابات في ولاية السمسيلت، السيد المدير العام والسيد الوزير الفلاحة، أنا نشوف أن الغابات في ولاية السمسيلت أصبحت نقمة على سكان ولاية السمسيلت. مثلا احنا في أحد الزيارات تاع الميدانية لأحد البلديات قالوا لي على مدرسة فما بغاو يبنوها في واحد المنطقة ما خلوهمش يبنوها، راح في مصالح الفلاحة قالت لهم أرض فلاحية. لكن لما أنا زرت الفلاحة وبدون ما ندي معايا مخبر أو ندي معايا المختصين، بمجرد العين فقط نشوف باللي أرض هذه بور، أرض صخرية لا تمد إلى الفلاحة وإلى الغابات بأي صلة. لا أدري كيف كان هذا التصنيف وكيف يمنع ما يبنوش أرض في هذه أرض بور وأرض صخرية يقول لهم أرض فلاحية. لهذا السيد الوزير ماذا بنا تعاودوا تشوفونا فين أمر في التصنيف تاع هذه الأراضي فلاحية غابية، والله ما عارفين على أي أساس يتم هذا التصنيف. كذلك إذا بغينا نتكلموا ببراغماتية، ماذا استفادت ولاية السمسيلت من الغابات تاع ولاية السمسيلت؟ لم تستفيد شيء للأسف الشديد. عندنا مثلا فقط دراسة تاع مشروع، السيد الوزير متواجدة على مصالح وزارتك، دراسة تاع مشروع تاع غابة استجمام تاع عين عنتر، عندها 4 سنوات، راه متواجدة على مصالح تاعك، إلى حد الآن لم ترى النور. وتكلمنا لما جيتونا معاه في البرنامج التكميلي تكلمنا عليكم على هذا الأمر، قلت لنا بعد نشوفوا، لكن إلى حد الآن مازال ما شافش النور. كذلك للأسف الشديد باش ننشطوا السياحة، مصالح المديرية الغابات في ولاية السمسيلت عملوا على غلق المسالك تاع الغابات. نعم احنا رانا صح، رانا مع هذا القانون ورانا مع معاقبة المتسببين في الحرائق، لكن يوجد طرق أخرى. احنا لما نشوفوا مصالح الغابات تغلق الطرقان فقط ويبلعوا السياحة، راهم يجونا مثلا السكان، يجونا السياحة البلدية ثنية الحد تاع المداد الحاضرة الوطنية، ويجونا العين عنتر يسيبوا المسالك مغلوقة. السيد المدير العام
مسالك مغلوقه، يقول لك لانه غلقوها باش ما يحقروش الغابات. كاين طرق اخرى، ممكن انه هذه تاع الغابات يكونوا متواجدين فيها على مستوى الغابات، مش عارف كاين طرق اخرى تقدروا ديروا هنا بدون غلق هذه المسالك. الوقت لا يسع. هذا ما اقول. اتمنى ان شاء الله ان هذه الانشغالات تلقى صدى، وبارك الله فيكم. شكرا سيد النائب.